السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم آخر أخبار فريق الوداد الرياضي. قبل البت في التفاصيل لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو كي يصلكم كل جديد. وصل عزيز بن عسكر أمسين الأربعاء إلى الدار البيضاء لمواصلة التفاوض مع مسؤولي الوداد الرياضي لكرة القدم للإشراف على تدريب الفريق الأحمر. وكشف مصدر ودادي مسؤول أنه في حالة التوصل إلى اتفاق فإن عزيز بن عسكر سيتولى تدريب الوداد الرياضي ل3 أشهر إلى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم تعيينه مشرفا عاما في الموسم المقبل. وأوضح المصدر ذاته أنه تم إخبار عزيز بن عسكر بالمنصب الذي سيتولاه في الموسم المقبل، وأن مهمته في الأشهر ال3 القادمة ستكون مؤقتة في انتظار التعاقد مع مدرب رسمي نهاية الموسم الرياضي الحالي. ونفى المصدر ذاته أن يتم تعيين عزيز بن عسكر مساعدا للمدرب الجديد، لأن الأخير سيستعين بالطاقم الذي يشتغل إلى جانبه، والذي يضم معدا بدنيا ومدربا للحراس ومدربا مساعدا. ويبقى الحسين عموت الخيار الأول للوداد الرياضي في الموسم الرياضي المقبل في حال قرر الانفصال عن الاتحاد الأردني، خاصة أن علاقته بالرئيس الحالي عبد المجيد البرناكي جد وطيدة. وقاد عموت الوداد في مرحلتين إذ نجح في التتويج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري الاحترافي، بينما كانت الفترة الثانية قصيرة بسبب خلاف مع النصيري. وفي خبر آخر، وضع هشام يتمنى الرئيس السابق لفريق شباب المحمدية ملف انخراطه بالوداد الرياضي بعد أن قرر التخلي عن مهامه رئيسا لممثل مدينة الزهور. وقرر يتمنى الانخراط بالوداد الرياضي بعد سنوات من الارتباط بالفريق واللاعبين فترة رئاسة سعيد النصيري، إذ كانت تربطه علاقة وطيدة بهذا الأخير، وكان يعتبر قريبا من لاعبي الوداد. ويمهد يتمنى بانخراطه في الوداد لرئاسة النادي حسب ما كان قد صرح به في وسائل الإعلام، خاصة بعد اعتقال النصيري وغياب رئيس فعلي في فترة سابقة، قبل أن يقرر منخرط الوداد في الجمع العام الأخير انتخاب البرناكي رئيسا للفريق. وينتظر أن يقدم يتمنى ترشيحه لرئاسة الوداد في حال أعلن البرناكي عن عقد جمع عام انتخابي نهاية الموسم الرياضي الحالي، حسب ما اتفق عليه هذا الأخير مع منخرط الوداد.